أهدي هذا البحث وهذه الورقة البحثية للشيخ وصل بطرس غالي، وسمح لي بالعمل على أرشيف البطرسية اللي هو تأييد الأقباط والقراقنة في القرن ال19 1892 للبابا كيرلس الخامس. طبعا الشكر ليه جزيل والأستاذ الدكتور أشرف صالح. بنى الكنائس عموما، انا شكرا من البرزنتيشن. بنى الكنائس عموما شهد مشاكل كبيره سواء في العصر الروماني. طبعا اول بند هدم الكنائس، اول حاجه في القوانين او في القرارات. القرار اللي صدر مثلا من كلوديانوس سنه 298 هدم الكنائس. فاول موضوع او اول اشكاليه عندنا هدم الكنائس في العصر الروماني. بعد كده بعد دخول العرب قررت الكنائس، ما كانش هدخل كتير في الامور الفقهيه الخاصه بالسماح او عدم السماح ببناء الكنائس لان ده مش موضوعي. ولكن بعد الانفراجه التي تمت في عهد محمد علي وسماح محمد علي ببناء بعض الكنائس، وبعد كده استخدام الاقباط في بناء ترسانه الاسكندريه وعمل الاسطول المصري سنه 29 وترسانه الاسلحه والمدافع بدمياط، ده خلى الاقباط يقدر يبقى ليهم تواجد. واذا كان جال التواجد بعد كده في عهد بعض الخلفاء الا انه رجع تاني في عهد اسماعيل يرجع مره اخرى ويتمتع الاقباط بقسط موافق من الحريه. بالبحث في المخطوطات والوثائق اللي جينا وثائق كتير جدا جدا. طبعا اللي حصلنا عليه ما هو الا القليل من وسط الكثير من الوثائق والمخطوطات اللي بتؤرخ لدقائق الامور في تمتع الاقباط في بعض الاماكن ببعض الشيء من الحريه او الاعتداء عليهم. ففي مثلا وثيقه تؤرخ للاعتداء على قافله تجاريه طالعه من الجزائر الى القاهره، دي في عهد محمد علي او اواخر عهد محمد علي. وفي مثلا وثيقه ثانيه تقول لنا ازاي اتفق الاقباط مع المسلمين على ان هم هيبنوا كنيسه، بس ده باسلوب متحيز شويه وهنشوفه مع بعض في الوثيقه اللي احنا بنتكلم عنها. الوثيقه اللي احنا بنتكلم عنها دي كان في منطقه طحا او في كنيسه طحا. كنيسه طحا هنشوف بسرعه بعد كده. الوثيقه مؤرخه ب 10 مارس 1879. طبعا هي مؤرخه الوثيقه دي صوره الوثيقه دي. دي صورة الوثيقة وعليها توقيعات والأحكام بتاعت نائب القضاء في طحا وعمدة طحا وإمام المسجد أو إمام طحا العمومي ورؤساء العائلات بطحا. فالقصة مش قصة وثيقة بيع وهي مش مكتوب عليها عقد بيع. الوثيقة تاريخها في السطرين الأولانيين. طبعا أنا عملت تحقيق للوثيقة، تفريغ ليها، تحقيق لجدر النصر إن إحنا هنرجع نستخدمه تاني. اشترى البنقص جرجس حنا الطحاوي من البائعين له، وبعد كده الأسماء دي. المساحة المباعة 56 ذراع اسلامبولي في المنزل الكائن بجوار الكنيسة من جبلي، كل ذراع كذا ومحدد بحدود كذا. خلي بالنا من موضوع الحدود، إن الحد البحري ملك الشيخ محمد عبد السلام المباح الى جورج سفندي، لان هنرجع لها تاني لان دي نفس الحته اللي هيحصل عليها التعامل بالبيع، هي مش بيع، هي قصه ثانيه. بعد كده الحد الجبلي ملك حسين كذا ورثه، والحد الغربي ضرب خربشات اللي هو ضرب الجمص، والحد الشرقي ضرب النافذ او النازل، وكده هنشوف بعد كده. خلي بالنا بعد اذنك خلي بالنا من كلمه من سطر 15 ذلك واصبحوا دي من عندياتي، لان هي مش موجوده في النص. لا يستحق شيئا قليلا ولا كثيرا في المنزل المذكور. طبعا هنشوف بعد كده في التعليقات ازاي مش هتسقط من كاتب الوثيقه، لان ده مش ناسخ، ده الوثيقه كلها 18 سطر، فمش هتسقط من مجلس العقد كلمه زي كده. تجلب التوقيعات زي ما احنا شايفين، دي رؤساء عائلات في طحا اللي احنا شايفين توقيعاتهم. الشهود على ذلك برضه رؤساء عائلات، بعد كده الامام زي ما احنا شايفين، وبعد كده العمده، وبعد كده نائب الشرع اللي هو عبد الله طنطاوي في 17 ربيع اول سنه 1296. محل الوثيقه طحا. طحا من المدن الهامه جدا جدا في التاريخ القبطي. قامت منها ثورتين كانت سبب في مقتل الجعني في بوصير بنا او بوصير لشمونين. وبعد كده طبعا من احد اساقفتها او احد اساقفه طحا في القرن العاشر شارك في ترجمه عربيه للكتاب المقدس. ثم نجد احد فلاحيها يسد الهرطقات في القرن العاشر، واحد رهبانها في القرن ال12. بين الحين والاخر تحصل قلاقل ومنازعات في قريه طحا. عشان كده اهميه الوثيقه تعبر عن حاله من الهدوء، وكمان ممكن نتخذ من الوثيقه دي سكه ان احنا نكمل في الهدوء ونكمل
طحا من خلال الوثيقه، وهنشوف ازاي الكلام ده. طحا زي ما احنا شايفين في الاقليم ال 16 مش هنتكلم عنها كتير، ليها اسمائها وهتشوفوها في البحث. كل الاسماء الوارده عن طحا سواء سيبودوسيوبوليس او تاودوسيا في سير البيعه او طحا. طبعا الناس العوام في طحا بتيجي تسال ليه اسمها طحا، يقول لك اصل العرب طوحوا اعمده الرومان فسموها طحا الاعمده، يعني طوحوا الاعمده، هي طوهو او طوهو او طاهور بمعنى محل هور او مكان هور او مكان حور. وطبعا فيها بعض النزال القبطيه وتكونت بعض النزال الاخرى وهي تبع صالوت. كده احنا عرفنا طحا فين من صالوت. دي الكنيسه هناك اسمها كنيسه الشهيد مريمينا. في طبعا مجموعه من الايقونات بتؤرخ لبعض الفنانين زي مثلا روم مسلمين بحاره الروم رسم الايقونه دي 1815. وده واحنا بنفحص احد الاعمده اللي بيدلنا على احد الاباء الاساقفه اللي كانوا موجودين في طحا، وموجود اسمه في العمود اللي هو الابا بيروس او بيروس. دي الكنيسه ودي قطعه الارض اللي حواليها اللي احنا هنشوف بعد كده مشكلتها. الكنيسه القديمه وبعد الترميم طبعا دي المنطقه اللي بجوار الكنيسه. خلي بالنا المبنى ده احنا قصه الوثيقه كلها بتدور حول هذا المبنى. ده اسمه كده، ده القطعه اللي قطعها الجعني عشان ال1000 دينار اللي ما قدرش الانباط يبنوها او للاسف يدفعوها، فاخذ تلت الكنيسه واصبح تلت الكنيسه ده عباره عن كان في مدفن صغير لاحد الاباء القديسين، كان في طقوس واسمه فانيس او بانيس الراجل، فسمي بعد كده الشيخ ابو النور. دي الكنيسه بعد الترميم. طرفي الوثيقه البوم جورجيوس او بوم جورجيوس ابن البوم حنا الطحاوي اعماله تنحصر قبل سنه 1861 لبعد 1882. وصلتنا اعماله او هو موجود ازاي او هو فين او تاريخه ايه من خلال 3 وثائق اللي هي 3 مخطوطات من الوثيقه دي. هنا المخطوط الاول بيقول ان هو طبعا هنا المخطوط ده ابوه بيوقع عليه، ابوه اللي بيوقع على ميان كتاب مهم لميان وعجائب الست السيده العذراء مريم البتول، مؤرخ بمشانس سنه 1578 1862. والمخطوط نفسه بيتكلم هنا ده اهم المخطوطات اللي اتكلمت عنه وبتوصف الراجل ده، واحنا بنعرف ازاي صاغ او ازاي عمل حكايه الوثيقه دي، خلص القصه دي عشان يقدر يبني الكنيسه. ولده الشماس جورجيوس او جورجيوس ابن البوموس حنا، ده طبعا عباره عن مجموع حاوي ربع الكنيسه بحري في التسبيحه يعني. وهنا بيتكلم طبعا وكان المهتم بهذه المجموعه المقدسه الاب الاخ الحبيب الفاضل اللبيب عين اعين المله اليعقوبيه بالديار المصريه، كان بالاوصاف الحسنه صاحب الرحمه والصدقه والاحسان، شفوق على اخواته المساكين في كل حين واوان، الوسط المثمر. ويكمل لحد بعد كده يقول ايه: وهو الشماس المكرم الركن المبجل المكرم جورجيوس ابو البوموس حنا. وطبعا كتب كلمه بوموس بعد ما خد البوموسيه كتير على نفس الكتاب، واهتم اهتمام زايد بنفسه عشان يقرا فيه ويتعلم ولا الى اخره. ونخلي بالنا من نقطه مهمه جدا جدا، ان هنا بيدعو المكان الدير الشهيد العظيم ماري مينا العجيبي من الناحيه المذكوره اللي هي ناحيه طحا ذات الاعمده. خلي بالنا من قصه ان ده دير مش كنيسه، عشان بعد كده هنشوف قصه الارض اشتغلت ازاي. هنا البوم جورجيوس الطحاوي وهو لسه وهو لسه قس قبل 67. وهنا بعد ما خد البوموسيه خد البوموسيه طبعا قبل 82. ده اخر مخطوط في اسمه. طبعا في وثيقه بعد كده 1892 بس ما عرفتهاش امبارح يعني في فحص بعض الارشيفات. هنا عرفنا وحصرنا الراجل ده نشوف اعماله اللي ادت لصياغه الوثيقه. اول حاجه هو في ظل حكم الخديوي اسماعيل كان في طبعا راحه لبعض الاماكن في بعض الاماكن القبط، وبسبب ان المعلم جورجيوس افندي الوارد في الوثيقه كانت له علاقه مباشره بالخديوي اسماعيل. وطبعا في الوقت ده هو راح استخلص زي ما اليافطه اللافته على الكنيسه القطعه الحجريه بتقول ان ابونا جورجيوس ابن حنا الطحاوي هو والمعلم جورجيوس افندي رموا الكنيسه، ابتدوا يرموا الكنيسه، ورموا الكنيسه سنه في 10 ابيب 1581 اللي هي 1865. بعد ما رموا كنيسه ماريمينا او الثلثين المتبقيين من كنيسه ماريمينا الكلام ما عملش حاجه.
اجلب او ما نفعتش تسيع باقي المصلين والدنيا دي كلها. ففكر فكره اخرى ان يبني كنيسه زي قاعه صغيره فوق الكنيسه، فهد الثلاث طرق اللي من ورا وراح عامل ايه؟ كنيسه العذراء العلويه سنه 1867. فعمل الكنيسه دي اشترك في بنائها كل القريه، على اسم العذراء وكل القريه ايه؟ اشتركت في بناء هذه الكنيسه من اقباط ومسلمين الى اخره، والناس بتتحكى هناك ان كان في جميع طوب ماشي، اللي هو يعني اللي بيحرقوا محرقه الطوب، فمحرقه الطوب كانت لاحد الاشخاص المسلمين في القريه، فراح قال لهم خدوا الطوب المحروق ابنوا بيه الكنيسه. وطبعا الكنيسه لها لوحه مكونه من سطرين زي ما احنا شايفين، قد رسمت هذه الكنيسه على اسم ستنا العذراء الغير، وتم بناها في شهر طوبه سنه 1583 قبطيه، وهذه الكنيسه بنى المعلم البنا يعني المعلم اسعد الطحاوي. طبعا من شويه كان الدكتور رامي بيتكلم عن واحد اسمه عبد الله الطحاوي كان بيتكلم عن المواطنه، واحنا هنا بنتكلم عن الوثيقه، فنربط الوثيقه بعبد الله جايز تجيب نتيجه في طحا لهذه الايام. بعد كده الاشتراك مع المعلم جورج ستيفانو تخليص قطعه، خلي بالك من النقطه، بتخليص قطعه الارض لبناء كنيسه بناحيه طحا، ده في مارس 79. لجنه الكنيسه للمصلين اللي اترممت ما نفعتش، القاعه اللي اتبنت ما نفعتش، فابتدوا يفكروا ازاي نبني كنيسه. فكان عندهم حوش الركايب بتاع الكنيسه. حوش الركايب ده حته متبقيه جنب الكنيسه بس متنازع عليها. ناس كل 5 6 يضعوا على ايدهم على حته، واحنا هنأجر الحوش ده للي جايين يصلوا من النزال دي حوالين طحا في الكنيسه. فابتدى عمنا ابونا جرجس والمعلم جرجس يفكروا فكره افضل، فجرجس افندي فكر بدل ما احنا نقول للناس سيبوا الارض بتاعتنا ونعمل مشاكل، نبتدي نعمل قصه ثانيه، ودي لا زالت بتحصل الى اليوم. ابتدى يعرض عرض مغري جدا، الناس اللي حاطه ايديها على الارض بتاعتنا نديها فلوس كانها هتبيع وناخد عقد بيع ماشي، مش او تنازل عن الارض عشان نقدر نعمل ايه؟ نبني الكنيسه. فده اللي عمله، ابتدى يلم الحوش بتاع الكنيسه مره اخرى، والحوش ده هو من هنا ضرب الخربشات او الخربسات اللي هو ضرب الجمانصه او اسمه ضرب الجمانصه، والناس ما تعرفش غير ضرب الجمانصه. طبعا الوظيفه جالت الخربسات او الخربشات ده قصه الضرب النافذ اللي هو نازل باجي ايه؟ باجي اللي كمل للناحيه الثانيه. بعد كده الوثيقه دي بتتكلم على ان هم خدوا الجزء اللي خدوه ده ب 112 قرش. ده بعد طبعا ايه؟ بعد ما اشتروه حصل ان بعد 3 شهور وكام يوم كده اسماعيل عزل، فوقفت قصه المباني كأن ما عملوش حاجه. العائلات المسلمه الموقع على الوثيقه او ان هم تنازلوا عن حقوقهم في الحوش في الوثيقه دي، مش هو طبعا ليه وثيقتين. العائلات محمد حسن واخوته احمد ابراهيم حسن ضد الضرع، وده تواصلنا معاهم وعرفنا علاقتهم الطيبه مع الاقباط في قريه نسبه الفلاحين واسمهم عيله الضرع، دول موجودين لحد النهارده. احنا تعرفنا على عيلتين من العائلات الموجوده، دول 5 عائلات، كل عيله بحق الخمس. هل كل عيله بحق الخمس مساحه 4 في 4 عيله كامله ليها مساحه 4 في 4 كوش؟ امر طبعا مثير للعجب. اجلب دقيقتين. التعليق على النص، هذه الوثيقه لا تدلنا فقط على موضوعها، لكن تدل على موضوعها ان امر البيع والشراء كان اصبح مباح شرعا بين المسلمين والقبط، بل بين المسلمين ورجال الدين. وكمان المثير للدهشه ان بتوع القضاء دايما يكتب يا الذمي فلان ابن الذمي فلان او الكافر فلان ابن الكافر فلان، دي وثائق البيع والشراء في القرن ال 19 اذا كانت اللي كاتبها قاضي شرعي. اما هذه الوثيقه فبكل احترام وتبجيل لابونا. الحته الثانيه تثير الوثيقه عده تساؤلات، هل هي بيع او تنازل؟ هل يملك اكثر من 5 عائلات منزلا مساحته 56 ذراع؟ ام انهم وضعوا ايديهم على مكان تراضوا لتركه؟ وده في الفقره رقم 4 اللي هو ذلك انا ضفت اصبحوا عشان لأقل افتراض طبعا حسن نيه الوثيقه لا يستحق شيئا في كذا كذا. سقطت سهو من كاتب الوثيقه 20 فرد قاعدين في مجلس العقد، هتصدق منه كلمه في وثيقه لا تتعدى 18 سطر؟ دي قصه عاوز سؤال اكتب بسرعه. على كل الاحوال مجرد السماح ببناء كنيسه في قريه طحا كان امر بعيد المنال جدا، فكون ان الناس تتراضى سواء العائلات الاسلاميه او العائلات المسلمه مع عمده طحا مع شيخها مع قاضي قضاتها ان يبنوا كنيسه، ده كان امر كبير جدا. طبعا للاسف اتاخرت 140 سنه. الامر ده طبعا اتاخر 140 سنه بعد اذنك
اخر 140 سنه فحصل ان السور اتهد، فجم يدوا ادوار اولاد الناس ما يعرفوش اهليهم كانوا في حاله كويسه مع الطب بالشكل ده، فجابوا عملوا هيجان، فالهيجان ده ادى الى ايه؟ الى اخذ 3 من القبط، وطبعا قتلوا او استشهدوا في طحن الاعمده في 1 مايو 2004. ابونا واثنين. المكان ده اللي هو الجزء بتاع الدير اللي احنا شفنا الصوره بتاعته اللي هو بحر الكنيسه، وجبت الكنيسه من الحديقه او الجنينه دي كان دير كبير، والدير ده كان وقف او رزق على امبراطوريوس. انا سالت ابونا الانطوني هل تعرفوا حاجه عن هذه الرزقه انها كانت لدير امبراطوريوس؟ قال ما فيش اي حد عندنا بيتكلم عن الدكتور. طب انا عندي وثيقه فيها 5 رهبان في هذه الرزقه، يعني في المكان ده في الدير ده، وفي الدير ده في القرن كام؟ 19 يعني اول امبارح. فالقصه هنا ان طبعا الوثيقه بتوضح القيمه الشرعيه كمان للزراعه الموجود اذا كان في قيمه شرعيه. بعد كده بتشرح توبوغرافيه القريه من خلال الضروب والشوارع. بعد كده عقود التنازل عن هذه القطع كان سوريا ولكن تقريبا وضعيات الطب. دقيقه واحده وهذا. ده حبيبي الدكتور رايق، اديني ساعه شكرا يا دكتور رايق. جزء من هذه الوثيقه الفرق البين بين عمده الطحا اللي هو تولى الطحا من 73 ل 79 وبين الشيخ عبد الحكيم محمد عبد الرحيم شيخ ناحيه الطحا، ده هد سور سنه 58 وتداول القضيه بين المحاكم بين انبا ساويرس مقران المنيا والاشمونين وطحا. وبعد كده لما مات انبا ساويرس تولى القضيه بابا كرولوس، تناحى بابا كرولوس قبل ما الدعوه تحكم فيها، تولى القضيه بابا شنوده الى ان حكم فيها نهائيا في 1981. كيفيه الاستفاده في الوثيقه بسرعه. سفر الامثال بيقول لا تدخل التخم القديمه التي وضعها ابائك. ربما الابحاث دي اللي احنا بنجددها او الكلام اللي احنا بنجدده يجد طريقه للتطبيق العملي بين المسلمين والقبط في بعض القرى. لما تشوف ان سيدك او جدك كان راجل موقع على وثيقه زي دي او هو كان موافق على بند زي ده، هتحلف انك لازم تنفذ وصيه جدك او العقد اللي هو مضى عليه. فالثانيه تسامح الدين الموجود في الوثيقه بين بعض المشايخ المسلمين، سيدنا من الناس اللي اصحاب اللي حاطينهم على الارض وقبل القضاء وابونا الموجود. نمره 3 السماح طبعا للقبط بعد كده ببناء الكنيسه، ده امر كان بعد كده. توصيه ختاميه. طحا معلش يا دكتوره شاذ اتحمليني. انا عارف صدقني. حملني يا دكتور راجل. من خلال البحث او الورقه اللي انا حاولت احول الوثيقه دي بسرعه كده حاجه واحده، ان الدير اللي كان جنب كنيسه طحا كان في كنيسه اسمها كنيسه والده الاله، ورده في بعض الوثائق وفي بعض المقاويات اللي نشرها الدكتور جورج النباوي لسفرونيوس، الورده كنيسه والده الاله. وكمان في تاريخ سير البيعه موجود بيتكلم ان انا زرت اماكن منها طحا. بعد كده هو المكان اللي بيذكر طحا من ضمن الاماكن اللي كانت فيها العائله المقدسه. ففي كنيسه كانت باسم السقطوكوس والعائله المقدسه. الدير بتاع طحا حاليا هو عباره عن ارض فضاء خرابه وممنوع بناها. طبعا المكان الثاني اللي هو اشتروه ده بالوثيقه اتبنى، يبقى احنا اتكلمنا عن كنيسه العذراء اللي بنوها الناس وخلي بالك مكتوب جنين، واتكلمنا عن الوثيقه وازاي خلصوا موضوع الارض، وكمان الدير اللي هو احنا بنتكلم عنه اللي هو حوالين كنيسه طحا اللي هو ممكن يصبح مزارا عالميا للعائله المقدسه. ونقطه بصراحه فوق الوصف، كنيسه فيها اكثر من 75 مخطوط او يصل ل 80، وكمان فيها حاجات كتير زي الايقونات والمعادن لدرجه ان فيها شمعدان اهداء للخديوي اسماعيل نفسه. ده بالنسبه للمكان هناك لطحا. كمان مش كده وبس، لا اللوحه اللي كان بيدور عليها كيسلر الالماني اللي هو عمل من ملاوي لصبالوت، الراجل ده كان بيدور على لوحه مفقوده بتوصف المعبد بتاع طحا. هذه اللوحه كانت محفوظه كدرجه سلم في طحا قبل الترميم، وبعد الترميم احنا شفنا درجه السلم دي وصورناها، وطبعا جاب الاستاذ بيجون انسي اسحاق بتفريغ النص هيروليكي، وكمان عدلنا النشر بس للاسف لسه ما طلعش لحد النهارده. البحث الوثيقه دي معانا من 2015 وان شاء الله ننشرها مع الدكتور لؤي. وشكرا لتشجيعكم وشكرا للدكتوره